بله. از دیتم و از کرم 4 parça. نها هون parçayı من ديسا برهب دكر. أنا الآلهة والأشجار. أنا الحياة. حتى تصوروني ميتا، لكن أنا القانون. رأيتموني وقسمتموني إلى 4 قطع، وها أنتم الآن تجمعون أوصالي. وها أنتم الآن تجمعون أوصالي. Ես աշտար ասպարզուհին եմ, ես կյանքն եմ, դու կարող եք ասել, որ ես վերած եմ, բայց ես օրենքն եմ, դուք ինձ տեսաք և ինձ 4 մասի պաշտեցիք, հիմա դուք նորից կհավաքեք իմ գդորները. أمهات وأخوات ورفيقات الدرب لكل من زيلان وسارة وروكان وجلستان وسرخبون، أهلا وسهلا فيكم، نرحب فيكم من أي مكان، من أي مقاطعة، من أي إقليم جيتوا. جبونا برانينا الشهيد دوزا آزادي، جبونا برانينا شهيد كرد وكردستان. الشهداء هم قادتنا المعنويون. صباح الخير لجميع الرفيقات والسيدات الجميلات العزيزات. أرحب بممثلات الإدارة الذاتية والمجالس النسوية والحركات وممثلات عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النسوية والشبابية أعضاء كونفرنس الثاني. أهلا وسهلا بكم. نهنئ ونبارك انعقاد الكونفرنس الثاني للجينولوجيا تحت شعار تتجدد حكمة المرأة بالجينولوجيا. نستذكر شهيدات الحرية بكل فخر واعتزاز، بدءا من شهيدة بسي أنوش إلى هيلين مراد، هناء الصقر، هافرين خلف، ليلى آرجري، هندو سعدة، يسرى وريحان، وصولا إلى ناجيهان أكارسر، اللواتي ضحينا بأنفسهن من أجل تنوير الحقائق الاجتماعية وإعادة المرأة لمكانها الصحيح. وفي هذه اللحظات التاريخية نحمل بين أيدينا وقلوبنا لحظة الخلق والإبداع والاستمرار التي تكلل بالمعنى الحقيقي للحياة في مسيرتنا النسائية التاريخية المفعمة بالحيوية والمعنويات والإنجازات العظيمة التي تحققت. الرفيقات العزيزات، إن مرحلة الأزمات والصراعات المتوالية والفوضى التي تعيشها المجتمعات أوصلت الحياة البشرية في وقتنا الراهن إلى مرحلة الانحطاط والعقم والزوال والانهيار الاجتماعي، كونها نابعة من الأنظمة السلطوية المركزية القائمة على التعصب الجنسوي والديني والقومي لقرون طويلة، وهذا ما أدى إلى اضطهاد المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، وتسبب في حدوث اختلال التوازن الاجتماعي والثقافي بين المرأة والرجل كواحدة من أبرز علامات تأزم النظام الاجتماعي. وعملت الحداثة الرأسمالية ومنظومته الإيديولوجية على تطوير آليات والأدوات الممنهجة ونقلها إلى كافة خلايا المجتمع بعناية فائقة والتمييز بين الذات والموضوع لاستعباد المرأة وتنميط دورها جسدياً وتسييرها نحو الاغتراب وجعلها إحدى متممات الرجل، وحول هذا الأمر إلى عقيدة وثقافة راسخة في المجتمعات. وبهذا اتخذ القمع والاضطهاد شكلاً موقفاً مضاداً ضد المرأة، وحكم عليها بأقصى درجات العبودية، وأصبحت عرضة لكافة الممارسات والأساليب الترهيبية والتهميش، وأسرها فكرياً وجسدياً، وإقصاؤها من مناحي الحياة. كل هذا من أجل وقت تاريخ نضال المرأة وتشويش الصورة الحقيقية للمرأة المكافحة والمناضلة والباحثة عن الحرية
إلا أن المرأة لم تستسلم واستمرت في كل مرحلة من مراحل التاريخ متمسكة بخيط المقاومة. الرفيقات العزيزات، فتاريخ الهرمية والدولتية المعمرة 5000 سنة هو في وقت نفسه تاريخ التطور وتعاصم الانحرافات والحروب والإبادات وانفجار الكوارث الإيكولوجية وخسران وضياع المرأة. وهذا التاريخ هو لتحقيق والمساءلة لكل امرأة وإعادة الإنشاء الهوية والوجود الذاتي وبناء الذات. ونقف اليوم أمام الكثير من القضايا العالقة والمسدودة على كافة الأصعدة، والتي بحاجة للخروج من النفق المظلم إلى التشخيص السليم والحلول والتنوير أيا كان نوعها، لأجل فهم الأزمة الاجتماعية والثقافية والفوضى والتشويش الحاصل في ميادين العلم وفي ساحات الحياة. يجب إدراك سياق التطور التاريخي لعلاقات التشاركية الحرة، فإذا لم تستوعب العلاقة القائمة بين المرأة والرجل لا يمكن وفهم استيعاب أي مشكلة اجتماعية أو حلها والتقرب بشكل علمي وفلسفي وأخلاقي وجمالي. لأن السبب الرئيسي للأزمة الاجتماعية وما يعيشه المجتمع من نظام التوحش يعود بالدرجة الأولى إلى عدم إدراك المرأة لمكانها الصحيح والتعتيم الذي فرض عليها على مر العصور. إن علم المرأة يشكل جوهر علم الاجتماع، ويعد رؤية جديدة وأسلوبا جديدا في مناقشة القضايا والبحث في كل المجالات الدينية والفلسفية والفنية، والتي لعبت دورا في نشأة الذهنية الذكورية. فالتنوير الحقيقي للطبيعة الاجتماعية غير ممكن إلا بتنوير لطبيعة المرأة، وللإجابة على كافة المسائل والأسئلة المتعلقة بالمرأة والمجتمع والحياة والقضايا الأخرى وإيجاد الحلول للقضية الاجتماعية. دعت الحاجة لتطوير علم المرأة جينولوجيا كمنجز عظيم في خضم الفوضى في القرن 21 كحاجة حياتية وفكرية وملحة ومخرجا أساسيا لتصحيح وتنوير الحقيقة التاريخية لجميع الظواهر التي تعتم الحقيقة الاجتماعية وتقلبها رأسا على عقب، ولبناء السليم للحياة التشاركية الحرة. وجاء العلم المرأة كضرورة من ضرورات العاجلة للإنسانية لإعادة العلاقة في إطار الحرية والجمال بمنظور المرأة، ولتحليل الآفاق والميادين والسبل والأدوات وتعبئة مضمون هذا التشخيص الصحيح عبر إجراءات النظرية والمناهج والتنظيم والممارسة العملية. فالجينولوجيا في القرن 21 ستفتح كل المجالات أمامها، وسيصبح علما اجتماعيا يتجاوز تلك الحياة الاجتماعية المسدودة والمستندة إلى الذهنية الذكورية إلى هدفها في معالجة وتصحيح كافة المفاهيم الاجتماعية التي أخفقت حقيقة الاجتماعية وتشتتها، ووضع العلم في خدمة المجتمع والحياة. سيكون خطوة أولى نحو علم الاجتماع الحقيقي. الرفيقات والعزيزات، ولنا تاريخ عظيم من النضال والمقاومة والدروس والتجارب. قلوبنا وأرواحنا تتألق بنضال جينولوجيا. وهي
داوی نو وگر پیشکتنا هگمونیا ایدئولوژیک نو هم نحیسانه و هم جی بلز آوا نبه مدرن کپیتالیست هیاتو پاپشتین هزری آوا کرد و بسیب کرد بسدان سالان هولداکو بناسازی خواه آوا بکر تاکو دست سال حجدمین آسر داما رونک بریده دست بسازی بون و کملاندنا چارچوبه خواهی هزری و تئوری کرد به هلوشینا پارادیگما نیوتونی را لپرسید دگوتار و تئوری مدرنیته ده دست بکرد دوی چارچوبه ده به انجام هزری و فیزیکا کوانتومه در خصی هولی را خبات آباکرنا پارادیگمای نو هنه نقاشن لسر وکی دولت دستلاتداری جواک کسایت و خزای ده خط و قاد جدا ده بردام کرد نها بشارك جهان سيامين را آرمانج اوكو هم سيستماكو نو كريه هم جي قادة هزري يا نو بي آواكرن دوه هاوسي ده هم دبينن كو هم زمينة بشخصنا سيستم و فكر نو ين ارني هم جي زمينة آواكرنا سيستم و فكر لدجي جن و جواكي هنا جبو كونفرنسا جينولوجي دو دستپیکی ده ام دو دجینا پازه تباقه و بروحی وی یه سرکفتنه کنفرانسا و برزداری سلاو بکن. دو دستپیکی ده ام شهیدن خواه ین دبره یه ده ین بزانسته که مزن و بروحی فدایی مشیانه برز و بمنت ببیرتینن و دبیجن. ام تیکوشینا خواه مزن بکن و لبیرانین انوان خودی در بخبن. به هبارن هجا خباتا جینولوژی میراته و نرخه کو تیکوشینا آزادی جنه در خستیه هوله ببینگها زانست آواکرنا رونسانسا جنه زانستا رونکبونا جنه جنا کو بدومداری دیروکه یانجی جنا کو بدومداری دیروکا میره سرور ناسنامه و وینا خواه وندار کریه ببینگها جینولوژی ده رونک دبه ببیراور دبه و هر کودچه دبه هیزه که رخستنبویی و تیکوشین بانه جنا کود خوازه آزاد به بجینولوژی را هشیاریه که کردجی زانستا جوهري وبينا جوهري بدأت دخل. نتمنى باسم الكونفرنس الثاني للجينيولوجيا بشمال وشرق سوريا وباسم أكاديمية الجينيولوجيا أن نتشكر المؤسسات والمراكز التي أرسلوا لنا بطاقات تهنئة من أجل الكونفرنس. هيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة، مجلس المرأة السورية، وقف المرأة الحرة في سوريا، دار المرأة في شمال وشرق سوريا، الحماية الجوهرية للمرأة في شمال وشرق سوريا، الاتحاد النسائي السرياني في سوريا، مجلس المرأة لإقليم شمال وشرق سوريا، مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا، مكتب المرأة في كونفدرالية تنظيمات المجتمع الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا. نتشكركن مرة أخرى. دشورش هجند لباكرو جلاتي سوري ده وكو أم هاتن الوكيري خستن وتفجر وصازين جنان وأم مجارن هري أساسي مجاري أم بيجن جياني مجاري زانستي مجاري فلسفي كو أم برني قاش دكن أف أستا تكوشين أستا خباط أستا زانستا جينولوجي كو أو قاسي بيش كتير أف أستا زانستي بخوا ديار كرن كوراستي جي أم دبينن إلو روش لباكورو جلاتي سوري دشورش جند جن بزانستكي وخدي زانستكي مزنه اف نوكي ام بيجن وكي قوتنكي دعاياتكي اوكي اف حقيقتكي كود شورش جند هاد جيان كرم جينولوجي جي هردم بلكي دنافا بلغين خو برتوكا خو وامجي دنافا قوتنين خو هردم ام دبيجن هر شورشك بشتا خوا دده زانستكي شورش اجنجي بشتا خوا دده زانستا جينولوجي اف گلكي گرينگي كو تايبت اموكي جن چاوا بشتا خوا ددن شورش اجن چاوا بشتا خوا دده زانستا جن خودي زانستكي او قاسي ام بيجن علمي فلسفي ايديولوجي خورد لبلي دنافا جياني ده دنافا شورش اجن ده ام گلك آليان ده مثلا گلك پروردين جينولوجي هاتن بكرن لگلك اكاديميان ام بيجن درس جينولوجي تين داين لبلي بلكي هوالي مجي آنين سر زمان وكي كو ام بيجن هين بهتر نتني دريا درسه كده انجي دريا سميناره كده ام كاربن ده ريو ريبازي
جوداجی دناوا تاخاند دناوا گنداند دناوا مالباتاند تایبت کاربن و زانسته بدن دیار کرد حتی آسته که بیجن د اکادمیان تداین حتی آسته که زانینگه تداین حتی آسته که بیجن وکی کم خواتین گشتی تداین لیبله شبر کو دبیجن زانستا جیانی زانستا جواکه دبی کو امبره و ریبازنی جداجی جبو جواکه بدن دیار کرد وکی کم اگود د تاخانده د مالانده یعنی گروپین بچوک اکون تاخانده بیجن و زانسته هین بهتر نواروکا و پیوانی و مبادئ کو لسر کار دیگه کاربن دناوا جواکه ده هین بهتر خورتایی آوا بکن اف یکیان دادن کسی کو بیجن نه بس کسی کو و درسه دیدن هر کس برکو بر پرسیاری خواتی جنن ریوبرن و شورشنه دبی کو راستی جی و زانسته دهندری خود به باوری کی مزن آوام کرد نه تنه بیجن خودی زانسته کی او قاسم مزنن ایرو روش فلسفه جنجیان آزادی لدردوراوی به میلیونا انسان جنمه جوان پیرکار لدردوراوی کمدمن جی بده خودی و فلسفه نه لدردورا جنولوژی خودی و زانسته نه خودی و شورشنه دبی کو آسپامه خوات مهین بهتر خورتر باید.